أيهما الأفضل؟ أسلوب لعب الركراكي أم محمد وهبي؟ أو بمعنى آخر، فريق كأس عالم 2022 أو فريق وهبي الذي سيخوض مباريات كأس عالم 2026. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم جولة. صحيح، كلاهما وصل إلى إنجازات لا يستهان بها. فريق الركراكي رابع العالم في 2022، فريق وهبي بطولة كأس عالم شيلي للشباب. وقبل الحكم وإعطاء وجهة النظر، ندخل في دراسة بعض التفاصيل. اسمعوا رأي هذا المحلل الرياضي بدر الدين الإدريسي ماذا يقول. احنا ننطلقوا ونديروا نفسنا احنا هما وهبي. نعم. جيت خديت المسؤوليه من عند وليد الركراكي. هل كان هناك ما يدعو في نتائج وحصيله الفريق الوطني الى ان نعيد البناء؟ ابدا. الفريق الوطني ليس في مرحله اعاده البناء، الفريق الوطني في مرحله التراكم، البناء على ما تحقق. يعني هناك ارتباط وتكامل، ليس هناك تغيير جذري في المنتخب المغربي الأول، ولكن انضمام أوجه جديدة من اللاعبين والطاقم التقني، زائد تقنية محمد وهبي المختلفة والمستوحاة من المدرسة البلجيكية. هل هي مغامرة أم عبقرية مدرب؟ فبالرجوع إلى الوراء وبالخصوص في 2022 كان واضح خطة الركراكي، واللي هي اللعب بدفاع منخفض مع الضرب في الهجومات المرتدة مع الاعتماد على سرعة اللاعبين والمهارات الفردية، بعكس وهبي الاندفاع ومحاولة إزعاج الخصم والضغط في الخط الأمامي مع الاعتماد على عناصر دفاعية صلبة. هذا الاختلاف والمزج بين الخبرة والطاقات الشبابية أكيد هي قنبلة موقوتة. لماذا؟ سوف نرى ذلك جليا في كأس عالم 2026، فالكل متخوف من المغرب بما فيهم البرازيل. أصبح منتخب المغرب مرعبا ورقما صعبا، ولم تنكشف الأمور بعد. أنا هنا لا أبالغ، اذهبوا إلى الفيديو السابق في القناة وشاهدوا الإعلام البرازيلي قداش متخوف من ملاقاة منتخب المغرب. وأنت الذي تشاهدنا، أدلوا بدلوك، أعطنا رأيك في التعليقات. أيهما أفضل، فريق كأس عالم 2022 أي فريق الركراكي أم فريق وهبي الذي سيخوض مباريات كأس عالم 2026؟ وعلى العموم فالفريق متكامل إلى حد ما، لم نرى الكثير بعد ولم تنكشف الأمور، والمباريات الودية ليست معيارا حقيقيا للحكم على الأمور، ولكن الأيام القادمة هي التي ستكشف عن ذلك. لم يبقى الكثير على كأس العالم أمريكا، ولم يبقى لي إلا أن أقول لكم كانت هذه جولتنا، وإلى فيديو قادم. لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.